صباح الخير. تخيلوا لما نيجي نبص للميكانيكا ونبص للفتيس والفرامل، نلاقي هي فكرة واحدة: كلاتش. فكرة بدأت من الله يبارك للي اخترعها، ولحد النهارده كلنا شغالين بيها. وما ما تغيرش فيها حاجات كتير، اتغير الماتيريال، اتغير العدد، لكن الفكرة هي فكرة واحدة: تحط الكلاتش دوت في مجموعة 5 6 7 مجاميع يبقى فتيس. مجموعة واحدة مثلا وتحطها مثلا على العجلة تبقى اكس، صورة العجل مثلا بتاع الاكس. تحطها مثلا على وش فتيس من بره على الكردان تبقى فرامل. عبارة عن ديسك وبليتة. ديسك راكب في عمود بيتحرك، بليتة راكبة في قلة ثابتة. طول ما هما بعاد عن بعض الدنيا تمام. يجيلهم ضغط زيت مع البستم، وطبعا دايرة محكومة، يفرملوا بعض أو يشتغلوا مع بعض. الكلام ده إن شاء الله هنشوفه مع بعض في بالفيديو. نوصل بس ل 1000 مشترك ونعدي ساعات المشاهدة والكلام المطلوب ده عشان نقدر نفتح لايف، ونقدر ايه نفتح لايف ونحط ونجيب الفيديو ونصور ونشوف. لان الفيديو لما بتصور الدقايق دي بتعمل حاجات مجات ارقام كبيره قوي. الموضوع صعب جدا رفع فيديو طويل. موضوع حاجه مش سهله خالص يعني. ده يكون الناس في عون الناس اللي شغاله على الموضوع دوت يعني. لكن ان شاء الله لما نوصل بس العدد يكمل والدنيا تبقى سهله، لايف هيبقى الموضوع اسهل كتير، بحيث ان احنا نشاور على الاجزاء ونشرحها، حتى مش صوره كمان، نشرحها على الطبيعه يعني. دي الديسك، وده البليتة، وده البيستم، وده الطقم السيل بتاعه، وده الهاوزنج، وده العمود. شكل البيستم مثلا عامل ازاي، شكل الهاوزنج عامل ازاي، الديسك عامل ازاي، البليتة عامله ازاي. الديسك مثلا حاجه بتبقى مشرشره من بره، حاجه مشرشره من جوه. مشرشر من بره دوت راكب على رينج ثابت فيه، بحيث ان هو لما الرينج ده يلف الديسك ده معاه. البليتة مثلا مشرشره من جوه، مثبته مثلا على العمود، يبقى العمود بيلف حر مع البليتة، الديسك حر مع الحله. والبيست بشكله عامل ازاي، مجرد ما بيجي ضغط الزيت للمجموعه المحكومه يبدا يزق يعشق الديسك مع البليتة، يبدا ينقل الحركه. او لو واحد بيتحرك واحد ثابت في الشاسيه يثبت الحركه اللي هو الفرامل. يعني بحاله انه يثبت الحركه، واحد بيتحرك وواحد ثابت بيثبت الحركه في الشاسيه، يبقى ده الفرامل. اما لو واحد على العمود بيتحرك وواحد تاني بيتحرك من عمود تاني او مجموعه تانيه، يمسكوا بعض او يمشوا مع بعض او يحشوا مع بعض، ينقل حركه بقت كده مجموعه حركه، يبقى فتيس. يبقى ممكن نستخدمه في حاله الفرامل، وممكن نستخدمه في حاله الفرامل اليد، وممكن نستخدمه في حاله ايه نقل الحركه، على حسب بقى الابلكيشن اللي شغال فيها، سواء لودر سواء جريدر سواء بلدوزر. اي معده تتحرك ما فيهاش طبعا هيدروستاتيك، ما فيهاش هيدروليك، ترومبا هيدروليك وموتور هيدروليك مشي وكلام من ده. بالنسبه للمشي يعني او الحركه هتبقى شغاله بالنظام ده. هتلاقي في الاخر الزتونه هو ايه؟ ديسك، بليتة، بيستم، فرغه، وطقم الاصلاح بتاعهم اللي هو بيحكم ايه ضغط الزيت. تمام. بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده. يعني ده ترس بين الحركه جايه من التندم من الجنزير هنا يلف الترس ده ماشي. الترس ده راكب عليه عمود، العمود ده، فالعمود ده ماشي جوه هنا بيلف معاه. طب لو انا عايز افرمله، عندي الديسكات والبليتات دي راكبه جوه الفرغه دي. ده مشرشر من جوه اهوت ماسك في الفرغه دي، ده مشرشر من بره البليته ديت ماسكه في العمود ده. يجي البستم دوت يجي له ضغط الزيت يعشق ده مع ده، الديسكات دي مع البليتات، يقوم مفرمله. يعني دول كده قفلوا على بعض يفرملوا. شلت ايدي، شلت ضغط الزيت، الديسك بعيد عن البليته خلاص، ده لوحده وده لوحده، اللي بيلف بيلف واللي ثابت ثابت. جه ضغط الزيت وعشق البستم دوت، زق الديسكات دي مع البليتات دي بقوا حته واحده، خلاص فرمل الجريتر. شال رجليه يبعدوا عن بعض زي كده يبقى حر الجريتر. ازاي بيتم؟ دول 9 و8، 9 ثابتين مع حركة العمود، و8 ثابتين مع الفرغة ديت. الفرغة دي متثبتة مش هسيب مسامير، فدي ثابتة خلاص عمرها ما تتحرك. مجرد ما الترس ده بيلف والعمود ده بيلف،
الديسكات دي بتلف عليه والبليتات دي ثابته في الحله. مجرد ما جه ضغط الزيت زق البستم دوت 10 دول مع بعضيهم يجبر المتحرك يثبت مع الثابت. دي فكره الفرامل. تمام. لو جوه الفتيس بيعشوا مع بعض نفس المجموعه بس شكلها مختلف شويه، يعشوا مع بعض ينقل حركه من مجموعه لمجموعه او من عمود لعمود. وهنشوف كل الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله. ده الكلاتش ده بصراحه اعجاز، يعني اعجاز، الله يبارك للي اخترعه. حاجه كده ايه، لحد النهارده بفضله شغالين في كل فتايس المعدات تقريبا والبلدوزرات، شغالين في كل نظام فرامل اليد، شغالين في كل معظم الفرامل. ده بالنسبه للمعدات، يعني نظام الفرامل في العربيات مختلف شويه. فان شاء الله الكلام ده كله بالتفصيل، بس ايه بعد ما تساعدونا كده وتعملوا لايك وسبسكرايب وشير عشان ننتشر ومشاهدات تكتر والمشتركين يزيدوا، نوصل للحد المطلوب ان احنا نقدر نفتح لايف ونعمل لايف مباشر عشان نقدر نصور مباشر بقى كل الاجزاء دي والمكونات دي وناخد راحتنا، لان الموضوع زي ما قلت لكم كبير جدا وصعب مش سهل يعني. شكرا.